السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب واحد الكيك بالتفاح. خصوصا حنا في موسم التفاح. استغلوا هاد الظرفيه. هاد الكيكه البنات كتجي اكثر ما رائعه من خلال المكونات اللي غتشوفوا معايا. هنايا دا التفاح قطعته هلالات، خديت تقريبا 4 تفاحات، قطعت هلالات وعصرت عليهم الحامض. ضروري تعصروا البنات الحامض. هنا عندنا 180 ديال الدقيق، 3 البيضات، وعندنا الجبن 150 غرام، يعني علبة غتنقصوا منها معلقة، 120 غرام ديال السنيدة، و120 غرام ديال الزبدة مذوبة وخمارة ونص، وغنزيد بودرة ديال الفاني. غادي نخليو المقادير ديال الكيك جانبا وغنمشيو نوجدو كريم فرونجيبان. هاد الكريم هي اللي غتكون فوق الكيك. علاش قلت لكم هاد الكيك مميزة؟ عندنا الزبدة هنايا بوماد 70 غرام، بيضة ونص بيضة، 70 غرام ديال السنيده، وهنايا عندنا بودره ديال فاني كما قلت لكم تقدروا ديروا ساشيه ديال فاني، و80 غرام ديال بودره ديال اللوز. هذا اللوز مطحون بالقشره ديالو، وهذا تفاح مقطع كما قلت لكم هلالات ومعصر عليه الحامض. وغنحتاجو كذلك اللوز افيلي وشويه القرفه. نمشيو على بركه الله، شوفوا الطريقه. غناخذ واحد الزلافه وغنديرو فيها الزبده. من الاحسن البنات الزبده ضروري، ماشي من الاحسن البنات تكون زبده بوماد، يعني واخده درجه حراره المطبخ. المكونات ديال هاد الكريم كما قلت لكم الزبده وسنيده وبودره ديال اللوز والبيض. هنا غادي نضيف سنيده وغادي نخدمهم حتى تولي لينا بوماد، يعني مرخوفه. هذا بودر ديال الفاني، قلنا راس معلقه، ما تكثروش البنات، راه الا كثرتو بودر فاني كيعطي واحد المروه. دونك حاولوا ما تكثروش، انا درت فقط راس معلقه. صافي غنبدا الخدمه. ضروري تخدموا في الاول البنات. انا الزبده ولات لينا كريمه. غنزيد دابا البيض. غنزيدو البيضه الاولى، عاد غناخد البيضه الثانيه وغادي نخلطها وغنضيف فقط النص ديالها. بنات تقدروا تخدموا غير بيديكم، ماشي ضروري سباتيل ولا الفوي. المهم هنا كنبقى نخدمها حتى كيدخل ليا داك البيض ويتمازج مزيان مع الزبده والسنيده. هانتوما كنحاول معاك باش ديك الزبده طيخف. هنا غنزيدو اللوز، قلنا 80 غرام، كنطحنوها بالقشره ديالها. صافي كنزيدها.
كما كتشوفوا كندير الطريقه باش لا كانوا باقيين شي طريفه ديال الزبده كيتمعكوا. هنا البنات بالنسبه للمول اللي غنخدم به هو هذا اللي كيتحل من الجناب. دهنته بشويه الزبده وغادي ندير شويه بابي كويسون. بابي كويسون غندير بهذا الشكل هذا. تقدروا فقط البنات دهنوا بالزبده وديروا الخليط ديالكم. انا كندير دائما بابي كويسون. هنا ما كنحتاج لا نقطع لا والو. هنا ما كنحتاج ما نقطع لا سميطات لا والو. كنجيب بابي كويسون وكنحطو مباشره هنا على هذا الشكل هذا. نقطع هذا الفائض ديال الكرات. هاو تبقى كيما الجناب هذا. المهم كتبقاو تضغطوا عليه من الوسط والجوانب. نخليو هادو ونمشيو نخلطو الكيك. هنا اول حاجه غنخلطو البيض. بسم الله. ضروري البنات انا الكيك كندير شويه الملحه. دائما في الحلوى انا بصفه عامه تندير الملحه. بسم الله. نقلب البيض. تدير لي شويه الكشكوشه عاد ندير في سنيده. كنزيد الزبده مذوبه وفي الاخير كنزيد النواشف اللي هي الدقيق والخميره. ضروري تغربلهم البنات. عفوا. هنايا بعد ما وضعنا الخليط ديال الكيك في المول، دابا غنديرو فوق منه كريم فرونجيبان. غنحاولوا نوزعوها بشويه بشويه. المهم البنات ضروري كتبداو تخدموها بشويه باش ما تخلطش ليكم مع الكيك. كتبقى هي طبقه الفوق الكيك. الطريقه جد سهله البنات. عاونوا اما بسباتي ولا معلقه.
وهنايا كنبداو نوزعو انصاف ديال التفاح على هذا الشكل هذا. حاولوا تشكلوا بحال هذا الشكل وريده والشكل اللي بغيتو نتوما. هنايا جبت لوز ايفيلي، غندير شويه الوسط وغنوزع الباقي فوق التفاح. بالنسبه للوز ايفيلي البنات اختياري، ولكن كيجي المنطقه ديالو رائع وكيجي حتى في المذاق اروع. هنا كناخدو سنيده او كاسونات، انا فقط توفرت عندي غير سنيده، غنرشها من الفوق وغنزيد شويه ديال القرفه كذلك. صافي غندخلو الكيك ديالنا الطيب، فغادي يكون سخون 160 درجه، غنحسبوا له 40 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، نتمنى انها تعجبكم. جربوا البنات على حسابي، المذاق ديالها اكثر من رائع، تستحق التجربه البنات. هذيك الكريم اللي تنديرو فوق الكيك، كتجيب الكيك كتذوب في الفم ولذيذه جربوها. وداك الجبل اللي درنا في الكيك تا هو كيعطي واحد المذاق جد رائع. اتمنى في الاخير انني نكون خفيفه الظل في البيوت ديالكم. اتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، واذا جربتوا هذا الكيك بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء واحبابكم. ولو بقيتوا حتى نهايه الفيديو فضلا وليس امان، عملوا لايك والبارطاج وتعليق زوين، وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.